اهلا وسهلا بكم في قناة صلح على العطل بنفسك. النهاردة معانا فيديو جديد وشائع عن الكاتل او غلاية الشاي. طبعا غلاية الشاي في منه انواع، في منه البلاستيك وفي منه الزجاج زي ده وفي منه الستانلس. طبعا العميل جاب لي الكاتل وقال لي ان هو مش شغال. هنبدأ نديله الكهرباء ونشوف هو المفروض هل هيشتغل معايا ولا لا. احنا كده حملنا الزرار كده اون تشغيل. المفروض مجرد ما انا بندي لمبة السيريا للطرف بتاع الكابل بتاعه لمبة السيريا تنور معايا، يعني معنى كده ان هو شغال. لو ما نورتش معايا يبقى في عطل، هنبدأ ندور عليه واحدة واحدة. كده لمبة السيريا بتقول ان هو مش شغال اهو. حملنا هنا اهو كده اهو، مفيش اي استجابة. طبعا المفتاح اهو، طبعا مفيش استجابة خالص. هنبدأ مع بعضنا نشوف المشكلة فين. هنبدأ نفحص حاجة حاجة. هنفحص القاعدة الأول وهنشوف هل هي شغالة معايا ولا فيها مشكلة. طبعا لو نلاحظ هنا عندي في ريشتين، ريشة اهي وريشة التانية اهي. هنحمل كابل السيريا على الريشة دي ونبدأ نبدل بين الأطراف، أشوف هشتغل معاه ولا لأ، وأرجع أحمل هنا على الريشة التانية وأبدأ أبدل. لو نوروا معايا على الريشتين لمبة السيريا يبقى دي مفيهاش مشكلة، هنركنها على جنب. لو ما نورتش هنبدأ نشوف الغلط فين ونعالج. هنبدأ زي ما اتفقنا، هنبدأ هنحمل هنا على الريشة دي وندي دي ما نورتش. أول حاجة اتأكد إن لمبة السيريا شغالة معاك. حملنا هنا وادينا أول طرف ما اشتغلتش، هندي الطرف التاني كده اشتغلت، يبقى أنا كده الطرف ده سليم. هنبدأ نشوف الطرف التاني، يبقى كده دي سليمة معايا 100%. هنبدأ نفحص مع بعضنا الكاتل نفسه. طبعا كل كاتل وليه طريقة فك. في عندي مسمار هنا اول حاجة دايما تفحصها في الكاتل هو مفتاح التشغيل. طبعا للي مش واخد باله دي ليها ريشة هنا، يعني انا مثلا هنجيب المفتاح ده، خلينا واحدة واحدة خارجي كده عشان نعرف احنا نركب ازاي. الريشتين دول بيعدوا معايا كده اهو، يا رب تكون الدنيا واضحة اهي. وبعد كده عندي السن ده اهو بيركب كده كده، ده راكب معايا للي مش عارف طريقة التركيب. هنبدأ مع بعضينا بعد ما فكينا هنعمل كده. طبعا في كذا طريقة ممكن، هو تقريبا كده يعني شكل المفتاح بيقول ان هو سايح وعامل مشاكل. في طريقتين للاختبار. اول حاجة انك انت تختبر المفتاح ده على طول. اول حاجة تخليه على وضع الاون بالشكل ده اهو، وتبدأ تديله طرفين السيريا اهو بالشكل ده. ما نورش معايا طبعا لان هو باين عليه ان هو سايح البلاستيك في بعضيه اهو. وفي طريقة تانية للاختبار بعيدا عن المفتاح. انا شلت المفتاح، هنبدأ نركب القاعدة بتاعتنا بالشكل ده، وهنبدأ نعمل قفلة هنا كده اهو بالطريقة دي كده. انا
لغيت المفتاح وعملت قفلة على اساس ان انا شغال مباشر. انا هندي الطرفين ال 220 او السيريا على حسب ما انت شغال، هنديهم للطرفين دول. لو الكاتل لو السيريا نورت معايا يبقى كده المشكلة معايا كانت هنا. هنبدأ مع بعضينا واحدة واحدة. طبعا لمبة السيريا نورت. احنا طبعا اتأكدنا من الكلام ده لما عملنا فحص للمفتاح، وقبل كده حبينا نتأكد من فصلان المفتاح، وقلنا ازاي احنا هنتأكد ان المفتاح بتاعنا ده هو قبل ما احنا نركب. انا ما نركبش واقفل واخلص جهازي وارجع اشغل الجهاز واجرب اشوفه بيفصل ولا لا. انا مش مجبر على التعب ده، هو الا ربنا اداله دماغ هيرتاح. انا هنبدأ نعمل كده. هندي طرفين السيريا، الكلام واضح، طرفين السيريا مش ال 220. ندي طرفين السيريا للمفتاح. هندي طرفين السيريا للمفتاح. طبعا انا لما اشغل مجرد ما انا هنعمل كده اشتغلت معايا لمبة السيريا، مجرد ما انا عملت كده فصلت. طيب يا باشمهندس انا هعرف ازاي ان المفتاح ده هيفصل وحده ولا لا غير لما نركب ونجرب ونشغل والميه تغلي، وعند غليان الميه هيبدأ يفصل معايا او ما يفصلش؟ هحكم عليه ازاي وهو خارج الكتل؟ انا هقول لك هنحكم عليه ازاي. فطبعا احنا دوسنا كده شغال معايا، خليك معايا. انا فصلت يدوي فصل معايا. طب انا هتأكد ازاي ان هو بيفصل اوتوماتيك وحدي مجرد ما توصل درجة الغليان بتاعة المية؟ هنشغل كده على السيريا يا باشمهندس، وهتعمل وضع الاون، وهترفع هنا في حساس معايا، حساس حرارة. انا هبدأ اشغل كده نار، فصل معايا. ايه معنى الكلام ده يا باشمهندس؟ الغليان، درجة الغليان لاحظ معايا دي هترد وحديها، مجرد ما تبرد هترجع ترد وحديها تاني. درجة الغليان اول ما بيوصل البخار للقطعة دي اهي، مجرد ما يوصل الغليان لدي هتبص تلاقيها هي فصلت معايا المفتاح، هي المسؤولة عن فصل المفتاح اهو. مجرد ما بتوصل درجة الغليان بتعمل معايا كده فبتفصل معايا المفتاح. كده انا ما نركبش المفتاح واتعب نفسي وفي الاخر اكتشف ان المفتاح مش شغال، او هو بيشتغل بيدي اون واوف بس ما بيديش معايا فصلان بعد درجة الغليان. هنبدأ مع بعضنا نركب ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة لو حابب تركب السلك كده الاول امين، حابب تركب المفتاح براحتك. يعني احنا مثلا نقول ان احنا هنعمل كده اهو، لاحظ الشفة دي تركب هنا اهو، اهو كده بالشكل ده اهو، ودي بتبقى معايا كده. تبدأ بعد كده تجيب المسمار بالشكل ده، تربط تبدأ نركب. طبعا في هنا ادي فردة وادي الفردة التانية. طبعا المفروض ان انا لو مركب عشوائي هنجرب، انما انا الامور معايا تمام ما فيهاش اي مشاكل. هتبدأ الوش ده كده اهو، ركز معايا اهو، اركب ده كده هنا اهو، وروح نازل بيه كده تمام. حابب تركب ده في الوسع امين مفيش مشاكل. انا هنبدأ طبعا لو انا اتلخبطت انا وريتها لحضرتك انت هتركب ازاي تمام. انا هبدأ اعمل كده اهو اهو، يا رب تكون الدنيا واضحة معاك اهي، بسيطة جدا مش مدعية، هي بس اهي كده هي ركبت معايا اهي.
طبعا تتأكد من الكلام ده، لأن الكلام ده يسبب معاك قلق في الشغل. أنا المفروض المفتاح ينزل معايا للآخر اهو، وفي حتة هقول لك عليها تاخد بالك منها كويس خالص، لان ممكن ما يبقاش في عندك اي مشكلة في اي قطعة غيار داخل الكتل، ولكن بتبقى المشكلة في التركيب. بمعنى انا ركبت الزرار اهو، هعمل كده، هنزل كده، اقفل، هرجع اربط المسمار اللي انا فكيته تحت، هرجع اربطه مكانه تاني، واتاكد من ايه؟ من دي. لو انا حسيت الزرار تقيل معايا مش واخد وضعه، يعني ممكن يكون ايه، عامل زي يعني في احتكاك بين الوش ده والمفتاح، فلذلك ما دام هو ضاغط عليه هنا كده، حتى لو جه يفصل اجباري مش هيفصل معايا عشان هو مزنوق. انا لازم المفتاح يكون معايا انسيابي بالشكل ده. هنبدأ نركب المفتاح على القاعدة تاني زي ما احنا، ونبدأ نجرب. هل لمبة السير هتنور معايا؟ تمام. طيب اهو بالشكل ده اهو. ما ننساش القصة هنا، لو ده مش انسيابي معايا حتى لو المفتاح سليم الكتل مش هيفصل معايا. طيب لو انا ما عنديش الغطا ده، الغطا ده ضايع اهو، الغطا ده ضايع، واحنا جربنا المفتاح شغال وكل حاجة، الكتل مش هيفصل معايا. ليه يا باشمهندس مش هيفصل؟ عندي هنا فتحة، يا رب تكون الدنيا واضحة شوية، انا هحاول اجيبها لك لو من هنا حتى اهو، اهي الفتحتين دول اهو، تمام. دول بيعدي منهم البخار اللي طالع من غليان المية، بيدخل هنا وبيوصل معايا كده اهو، بيعدي كده وبيوصل معايا للمفتاح فبيفصل. فانا طالما ده مش مقفول البخار ودرجة الغليان، انا غليان بسيط، بخار بسيط اللي هيدخل معايا اهي، طالما انا ده مش موجود معايا. انما طالما انا ده موجود معايا كده، يبقى انا هيفصل معايا الكتل ويبقى شغال زي الفل، ما فيهوش اي مشاكل. طبعا يبقى عندي الغطا مهم جدا. طبعا برضو لو الغطا مفتوح كده هيأخر عملية الفصلان، فانا لازم ادي التكة بتاعت الجف، اتأكد من انسيابية المفتاح. وطبعا لو ما لقيتش العطل في المفتاح هتبدأ تفحص القاعدة دي، وان شاء الله لما يجيب لنا كتل فيه مشكلة في القاعدة هنعمل لك عليه فيديو، وكده احنا نبقى حلينا مشكلة عدم تشغيل الكتل او عدم فصلان الكتل شغل مباشر. وكده نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا باللايك، ولو كنت لسه ما اشتركتش في القناة انزل حالا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا. سلام.